بعد ذلك قال إمامنا الجزري كما نلاحظ على اللوحة، قال حيثما ولم يقل غيرها، حيثما لم يعين المواضع، لأنها حيثما لم تأتي في القرآن إلا في موضعين في سورة البقرة لا غير، وذلك في الآيتين 144 وفي الآية 150. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والآية الثانية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فنلاحظ من الآيتين أن حيثما كتبت مقطوعة، حيث لوحدها وما لوحدها، فللقارئ مضطرا أو مختبرا أن يقول وحيث أو يقول وحيثما، ولا يتعمد ذلك لأن الكلام لا يتم على هذه الكلمة. إذن حيثما ذكرها عطفا على قوله في البيت السابق اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما، كل معطوف على قوله اقطعوا. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى كلمة جديدة فقال وألم المفتوح. وألم المفتوح، ما معنى المفتوح؟ مر معنا نظيره منذ قليل، يعني مفتوح الهمزة. إلم شيء وألم شيء. ألم المفتوح يعني مفتوح الهمزة، ألم مفتوحة الهمزة مقطوعة ولم يعين سورة بعينها. إذن ألم في كل القرآن حيث وقع مقطوع، كتبت أن لوحدها ولم لوحدها، ولم تكتب ألم على نية الإدغام. فلذلك لنا أن نقف على أن، ولنا أن نقف على ألم اضطرارا أو اختبارا.